بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله جميعا ومرحبا ألف. بعمل معكم اليوم إن شاء الله غدانا اللي بسويه إن شاء الله اللي هو الرز البخاري. طبعا بعملها إن شاء الله بالدجاج حبايبي. في بداية الفيديو الله يسعدكم لا تنسونا من لايك والاشتراك في القناة ودعمنا برضو بتعليقاتكم. طبعا عندي هنا زي ما تشوفون دجاج، طبعا أنا غسلتها وشلت الجلد. برضو بحتاج اللي هو الجزر، طبعا هذا مكون أساسي في الرز البخاري. وبحتاج اللي هو البصل، وعندي هنا طماطم مفرومة. بحتاج برضو اللي هو الزبيب، أنا حطيت الزبيب الأسود والأبيض زي ما تشوفون. وبحتاج ملح، وبحتاج برضو ملعقة من الصلصة، وبرضو الفلفل. طبعا بضيف اللي هو الزيت، وببدأ معكم الفيديو بسم الله على بركة الله. طبعا يا حبايبي عندي هنا رز، طبعا عندي هنا كوبين من الرز. أنا بغسله زين وأنقعه. طبعا بحتاج تنقيعه ساعة إلى ساعة ونص عشان يعطيكم نتيجة أفضل. حاولوا إنه يكون نقع من ساعة أو نص ساعة، من ساعة إلى نص ساعة بيكون أفضل. بسم الله بنقع إن شاء الله، بغسل الرز الحين وأنقعه وأرجع لكم. بسم الله على بركة الله يا بنات. الحين ببدأ أحط اللي هو الدجاج زي ما تشوفون. ببدأ أحمره حتى يتغير لون اللي هو الدجاج. الحين يا بنات زي ما تشوفون خلصت من اللي هو الدجاج، حمرتها. ببدأ الحين أعمل الخطوة الثانية. بجيب قدر عادي، طبعا ما عندي قدر اللي هو قدر الرز البخاري اللي يجي متين، فأنا استخدمت يعني أمتن قدر عندي. بحط فيه اللي هو الزيت اللي أنا قليت فيه الدجاج بالطريقة هذه، وببدأ أحمر. طبعا بخليه يحمى شوية، وببدأ أحمر اللي هو جزء من الجزر مع الزبيب الأبيض والزبيب الأسود. الحين يا بنات ببدأ أحط اللي هو زي ما تشوفون الجزر. بحط بس جزء بسيط من الجزر، وبحط عليه، بخليه يتقلب شوية. وبحط معه اللي هو الزبيب الأبيض والأسود، وبخليه حتى يتحمر شوية. إذا بدأ الزبيب يتنفخ خلاص بشيله من اللي هو بشيله والجزر سوا من الزيت. طيب بالنسبة يا بنات للبخاري يعتمد على الجزر، يعني الجزر هو المكون الأساسي في الرز البخاري. أنا بخليه يتغير لونه، وبرضه يتنفخ معايا الزبيب. الحين ببدأ أشيله يا بنات زي ما تشوفون. الحين بشيل الزبيب مع الجزر. طبعا هذه الكمية أنا بحتاجها عشان أغطي بها الرز بعدين إذا بدأ يستوي معايا الرز. بأعملها إن شاء الله معكم الحين تشوفونها. بس أنا قسمت اللي هو الجزر دفعتين، وبأحط الكمية هذه على الرز. خلاص الحين أنا شليت الزبيب والجزر سوا. ببدأ أحط الكمية الثانية زي ما تشوفون من الجزر، وهذه طبعا الكمية الأكثر تكون مع اللي هو الرز والدجاج. خليها حتى تذبل شوية، وببدأ أحط عليها زي ما تشوفون اللي هو الكمون. طبعا الكمون عندي ما بطحنه، بخليه زي ما هو. هو برضه مكون أساسي في البخاري. ويعطي بنات نكهة مرة جميلة. بخليه يتسبك شوية وأرجع لكم. بحط اللي هو البصل
مع الجزر بالطريقة هذه، وابدأ احرك حتى يذبل معايا البصل. بخليه حتى يذبل البصل وارجع لكم. الحين يا بنات ذبل معايا اللي هو البصل. ببدأ احط اللي هي الطماطم المفرومة زي ما تشوفون الحين، وبحط معاها اللي هي ملعقة كبيرة من الصلصة، وبرضه بحط اللي هو الملح. ببدأ احط الملح، انا بخليه يتسبك شويه مع الصلصه والطماطم وارجع لكم. الحين يا بنات هذا هو شكله. طبعا انا بضيف له يمكن ما يقارب كوب واحد من المويه الحاره زي ما تشوفون الحين، وبحركه. طبعا انا راح احط عليه الدجاج وبخليه حتى يعني يذوب الكميه اللي انا حطيتها الحين كلها وتتسبك مع الدجاج. الحين بحط اللي هو الدجاج، طبعا انا بغطي عليه واخليها عشان الدجاج يعني تكمل استواء مع الكشنه هذه وارجع لكم. الحين يا بنات بسم الله زي ما تشوفون الحين شوفوا يا بنات كيف الدجاج بدأت تسبكت مع الكشنه اللي انا عملتها. بشيل الحين الدجاج زي ما تشوفون الحين بسم الله عشان ابدأ احط عليها اللي هو الرز. بسم الله ببدأ احط اللي هو الرز. احرك الرز مع اللي هو الكشنه. طبعا زي ما قلت لكم يا بنات الرز لازم يكون منقع ولازم ينطبخ على نار مرة هادية عشان يعطيكم نتيجة حلوة في الطعم. الحين يا بنات زي ما تشوفون بعد ما حطيت اللي هو الرز بالطريقة هذه ببدأ أحط اللي هو الدجاج. برجع الدجاج مرة ثانية عشان تكمل استواء مع اللي هو الرز وبقية الجزر. وبحط عليها اللي هو الفلفل زي ما تشوفون، وبحط الزبيب مع الجزر. وزي ما قلت لكم انا راح اغطي عليه الحين بقصدير وبخليه على نار يعني واطيه شويه وبغطي عليه. بس لما اغطي عليه بحط زي ما قلت لكم اللي هو القصدير. وبخليه ان شاء الله نص ساعه وارجع لكم ان شاء الله. زي ما تشوفون الحين غطيت عليه تماما بالغطاء والقصدير. انا راح انزل عليه النار ان شاء الله وارجع لكم ان شاء الله بعد نص ساعه ان شاء الله افتح معكم الغطاء وتشوفونها بشكلها الاخير. الحين يا بنات بعد نص ساعه بسم الله على بركه الله نفتح الحين ونشوف اخبار اللي هو الرز البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا هو شكله زي ما تشوفون بعد ما قفلت عليه اللي هو النار. الحين ببدأ ان شاء الله. شوفوا يا بنات كيف الرز مرة نثري ومستوي تماما. الحين ببدأ احضر ان شاء الله تشوفونه. بسم الله.
الحين يا بنات بعد ما انتهيت من عمل الرز البخاري اللي سويته معكم اليوم ان شاء الله، هذا هو شكله طبعا بعد ما خلصت منه. لا تنسون الله يسعدكم باللايك، الاشتراك في القناه، وتنشرون برضو رابط القناه. واستودعتكم الله وفي امان الله.